قررت ان انا اعمل حواوشي من غير اي مقدمات كده. طلبت اللحمه المفرومه وجهزت العيش بتاعي وطلبت وقلت له انا عايزه عيش حواوشي مخصوص. بعتهولي لحد باب البيت. يلا نشوف هنعمله ازاي سوا ويبقى مقرمش ومحرمش. انا جبت حبتين من البصل، حبتين من الطماطم شلت منهم النوى، وحبتين من الفلفل وقرن من الفلفل الحامي. ضربتهم كلهم في الكبه لغايه ما بقوا بالقوام ده. جبت كيلو ونص من اللحمه المفرومه قطعيه ناعمه ويبقى فيها دهن. بهاراتك بقى ملح وفلفل وكزبره وكمون وبهارات مشكله ورشه بسيطه من القرفه. انا حطيت معلقه كبيره من كل حاجه ومعلقه كبيره من السكر. قلبي وعجني كويس جدا جدا لغايه ما تسمجي كده اللحمه المفرومه، وسبتها في التلاجة شويه. جبت العيش بتاعي اللي هو عيش الحواوشي اللي بيبقى تخين كده شويه، وبعدين بمسك قطعه كده من اللحمه المفرومه اللي انا تبلتها ووضبتها بالتتبيله الحلوه والبهارات، وابتديت ان انا احشي بيها الرغيف. وعملت كل الكميه بالشكل ده. وزعي كويس ووزعي اللحمه جوه الرغيف. هنعمل كميه محترمه، كان عندي كيلو ونص من اللحمه المفرومه. بعدين هنجيب الصاج بتاعنا ونجيب بقى زيت وندهن الرغيف دهنه حلوه كده من فوق ومن تحت بالزيت. هندخله الفرن بقى ياخد لون من تحت ومن فوق. في ناس بتحب تعمله على الطاسه، بس انا عملته في الفرن وما خدش مني وقت وكان خطير.